حيا الله الجميع، حيا الله عمامنا. جايين اولا احنا نريد ناخذ من خاطركم، بعدين احنا جايين نرضي وندري بكم الله راضين قبل ان نصل او قبل ان نجي، من وقتها من صار الحادث ما اجى منكم غير الكلام الطيب. الحمد لله. بين ما سالنا بالمرور، بين ما سالنا تعرف هذه الامور، فاحنا نعتذر على اللي طالع عليكم صراحه، بس يقول العاقبه خير والموضوع ان شاء الله انتهى باذن الله، وبالشيء ان شاء الله يرضى الجميع، يرضى الجميع. حيا الله الجميع، حيا الله عمامنا. عمام البشير حكايه اريد ان يقول فذكر نفع الذكرى. احنا كنا عشيره واحده تحت هذا المسمى هو الانبار. والله صار فصل قبل اعتقد اقل الشهر هنا ويا عمان الفهد، فقلنا لا تقولون احنا ابن عمنا ماهر ابن ابو ماهر اللي هو هسه بالصدفه اجى سبحان الله، وابو ماهر بكل فعل رد فعل، لكن بنيجي نقول والله احنا ما نقول هذا حلاوي وهذا فداوي، لا نيجي نقول احنا كانبار اسم واحد، هذا الاسم الكبير اللي يجمعنا كنا احنا عشيره واحده بالانبار. بس اليوم اذا قلنا الاضرار اللي صارت على ابو فراس لازم تجيبون 200 مليون، باكر يصير حادث وهم بدفع انا 200 مليون نفس الشيء. فكل ما كنا سهلين مع بعضنا كل ما صار استقرار مجتمعي بالانبار. موضوع السياره سعرها ما يقارب ال 16,000 فنزل الى سعر 12,000، شال من سعرها 4,000 وهو يتقبل السياره بيش تنباع هو يتقبلها. موضوع علاج ابو فراس يكلف مليون مليونين 3 4، احنا نتحمله كعائله البطيل الفاضل، سواء وصل 10 20 30 احنا نتحمل، واحنا ما نقصر. يعني هذا كله اكراما العمامنا البشتيب انه لازم نفزع، لازم جدا. لكن اكو قضيه يجوز اغلبكم ما يعرفها، انه احنا ترى خلفة رجال واحد ان شاء الله، نمرر ديني وعسافر ديني، اخوه من ام واب، مو بس اخوه من ام، اخوه من ام واب وعشيره واحده اللي هي احنا نقول عليها الانبار. اللهم رب ان شاء الله دائما هذه اللمه والجمعه تكون بالافراح، لا استقرار بدون امن. محضر فصل عشائري حضر كل من الطرف الاول الجاني احمد مجيد حميد فيصل شليباوي، والطرف الثاني فاضل عايد سالم حلاوي، حول حادثة السير الواقعة في منطقة أبو طيبان، والتي تسببت بوفاة المرحومة هيام علي عودة سليمان المحلاوي، والأضرار الواقعة على السيارة وعلى زوج المتوفية السيد فاضل عايد سالم. وتقرر ما يلي: أولا، يدفع الطرف الأول الجاني مبلغ قدره 20 مليون دينار دية للمرأة المتوفية. ثانيا، يدفع الطرف الأول مبلغ قدره 7,000 دولار مع بقاء السيارة المتضررة عن قيمة أضرار السيارة. ثالثا، يتكفل ديوان الشيخ عبد اللطيف الفاضل بنفقات العلاج للمتضررين من جراء الحادث. رابعا، تسقط جميع التبعات العشائرية والقانونية ويتم التنازل بعد توقيع هذا المحضر. شهد بذلك كل من شهد والحاضرين. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كتب في ديوان الشيخ عبد اللطيف الفاضل المحلاوي في هيئة المحمد بتاريخ 27/1/2024، والحمد لله رب العالمين.